هل تغيير المفصل معناه ان انا هفضل عاجز؟ العكس تماما. تغيير المفصل معناه انك هترجع لحياتك الطبيعيه السليمه اللي قبل كده لو انت فاكرها، لان انا بشيل الجزء التالف من العظمه وبحط لك مفصل صناعي بيبقى عامل تقريبا زي المفصل اللي ربنا خلقه فيك. وبيكون الهدف من عمليه تغيير المفصل يا جماعه مش ان انا ازيل الالم، لا، انك ترجع تمشي سليم زي الاول. السؤال هنا امتى انا احتاج تغيير المفصل؟ مش كل ألم يعني تغيير مفصل، لكن في بعض الآلام أول ما أشوفها لازم عملية. أولاً الألم بيفضل مستمر عندي وأنا صاحي وأنا نايم، مش عارف أمارس حياتي الطبيعية، تقريباً خدت كل أنواع المسكنات والحقن وما زال الألم موجود. ركز معايا، الهدف مش إنك تهرب من العملية، الهدف إنك تاخد القرار الصح وقت ما تحتاج فعلاً عملية، عشان الدنيا لو اتدهورت معايا بتبقى العملية صعبة وبتكون مكلفة عليا وبيكون النتيجة بتاعتها مش زي ما انا كنت هعمل في الوقت الصح. ونيجي لاخطر سؤال بيتسال لي: يا دكتور، العمليه بتاعت المفصل دي كبيره وانا خايف ما تنجحش او فيها مخاطر كبيره. خالتي وخالتك كده لما يتكلموا مع بعض يقول لك يا نهار اسود، انت هتشيل حاجه طبيعيه وتركب حاجه صناعيه؟ انا عايز اقول لك ان تغيير المفصل النهارده نسبته من 90 ل 95% نجاح، ودي تقريبا يعني من اعلى النسب في كل العمليات. الدنيا اتقدمت دلوقتي، حتى اصبح تخدير نصفي، يعني حضرتك قاعد معايا في العملية واعي، سامعني، شايفني، مش حاسس بأي ألم. والجميل كمان في الموضوع إن ده بيكون حلو للناس كبار السن اللي هم أغلبهم أو أغلب العيانين بتوع تغيير المفصل كبار في السن، فده بيحافظ لي إن أنا ما يحصلش مضاعفات قلبية أو مضاعفات في التنفس. طيب يا دكتور، أنا مرعوب من الألم اللي بعد العملية، ده ناس بتقول لي سويت. لا، دلوقتي بقينا بنتحكم في الألم، إنك بتاخد مسكنات آمنة، وانك انت في نظام او حاجه متطوره للتحكم في الالم. مش بس كده، في موضوع الالم انت تصدق ان انت بعد عمليه تغيير المفصل خلال 24 ساعه بنقول لك امشي؟ بل بالعكس، حركه سريعه شفاء اسرع. يعني انت لازم تتحرك بعد العمليه ب 24 ساعه، حضرتك بتروح على رجليك، ودي حاجه ناس كتيره مش متخيلها في عمليه تغيير المفصل. الحاجه الثانيه، ناس كتيره تقول لي يا دكتور، أنا بسمع عن عملية تغيير المفصل، عملية ب100,000 وعملية ب200 وعملية ب500 وعملية ب700. في الحقيقة كل عملية أو كل حالة ولها وضعها، سواء نوعية المفصل اللي هتركبه، سواء المستشفى، في مستشفى هتلاقيها A كلاس، B كلاس، C كلاس، فكل حالة ليها وضعها في الأسعار بتاعة العملية. لكن اللي انا باكده لك، سواء انت عايز تبدا العمليه من مبلغ معين او مبلغ قليل موجود، ومبالغ كبيره موجوده، دي بتختلف على حسب جوده المفصل اللي بتركبه. عشان اطمنكم يا جماعه، تعالى ادخلك معايا في ثواني جوه العمليه ونشوف عمليه تغيير المفصل دي بتتم ازاي. بنفتح لك فتح صغير في الركبه، امام الركبه، وبنشيل الجزء التالف اللي هي بتبقى قشور، وبعد كده بنركب لك المفصل الصناعي في عمليه تقريبا بتاخد من ساعه ل2. زمان كانت ممكن تاخد 6 ساعات، دلوقتي مع تقدم العلم ساعه و2 بتكون حضرتك طالع، 24 ساعه بتكون حضرتك ماشي. السؤال الاخير او الحاجه المطمئنه في عمليه تغيير المفصل: يا دكتور، انا هرجع طبيعي بعد عمليه تغيير المفصل ولا لا؟ اكاد اجزم ان كل حاله انا تابعتها او شفتها بعد عمليه تغيير المفصل اول كلمه بتقولها لي: انا اتولدت من اول وجديد. يا دكتور، انا ما كنتش بعرف اصلي. يا دكتور، انا ما بعرفش اقعد. يا دكتور، انا ما فيش مناسبات في الاسره بعرف احضرها. يا دكتور، انا جده وفرح احفادي. بعد العمليه بتمارس حياتها الطبيعيه تماما تماما تماما، بتحضر مناسباتها، بتصلي، بتصوم، مفيش الم. وانا قلت لك هدفي مش ان انا اشيل الالم، انا هدفي انك تمارس حياتك وتمشي طبيعي زي الاول قبل مشكله خشونه الركبه. وفي النهايه، لو انت كملت معايا الفيديو للاخر وعندك اي مشكله، سواء بتعاني من خشونه مزمنه في الركبه، الم شديد، الم مستمر، الم مع النوم، فحضرتك هتتواصل معانا على الصفحه وبنحجز لك في العياده، وفي من دكاتره العظام بيشوفوك وبيتابعوا الحاله، بيشوفوا الاشعه بتاعتك، بيشوفوا التحاليل بتاعتك. لو انت عندك مرض مزمن الاول لازم نعالجه ونظبطه عشان تكون جاهز للعمليه، وبعد كده بندي لك خطه علاجيه، ومش شرط عمليه، ممكن ندي لك خطه علاجيه في الاول، علاج تحفظي في الاول، بعد كده بناخد معاك العلاج المناسب لحالتك.